وصل باب الفيرما لقى دريس كيمشي ويجي ويلوح سلهام وصفر كل مرة موراه بعصبية. شافو جرو من ودنو هز يدو بغا يضربو ورجع شده. دبوك الزهر غتبقى في كمارتك حمرا يشوفوه، اما كون صمرت لك شي 5 في حنكك ازيد يتبعك البلا. جرو داه المدرسة، دخل الإدارة، ناض المدير باحترام كيسلم على المعلمة حتى هي، قيدو ودار معاه اللازم وناض. هاكي شتو دابا الدري، ها هو معاكم، راه بحال ولدي، ما فضلتو على راسي، غير دابا مع الانتخابات باغي نصلح الدوار، داكشي علاش. يلا دوزو بخير. ابتسمت المعلمة بمجاملة وفهمات مبتغى دريس من كلامه ومن تصرفاته. جرات يوسف معها للقسم وهو كيشوف في المدرسة عاجبو الحال وفرحان. دخلته للقسم وهو كيشوف التلاميذ حشمان حاضر راسو بصوت مرتفع. قفزات المعلمة التلاميذ بواحد ضربة في السبورة بالتيو حتى وقفوا. فيقوا بركة بالناس، واش جينا نقراو ولا جينا ننسو؟ شافت واحد جالس في الطاولة الأولى دايخ بالناس. قول لي، جينا نقراو ولا جينا ننسو؟ كيجاوبها بصوت ثقيل، الركضو. المعلمة معصبة، وير قلت لك الحس توقد ولا نهز تيو. يلا رحبوا بصديقكم يوسف بن عطية، تلميذ جديد معاكم في القسم. كل شي سكت وبقى كيشوف فيه في حوايجو جداد اللي ما كاين شي واحد لابس بحالهم في القسم كامل. عاودت المعلمة، خرجت عينيها وغوتت، يلا رحبوا بالتلميذ الجديد، قولي ليه مرحبا بك يا صديقنا. يلا قولوها بصوت خافت، مرحبا بك يا صديقنا. قلت لكم بصوت مرتفع، صوت مرتفع. جاوبوا كاملين بصوت مرتفع، مرحبا بك يا صديقنا. يلا جلسوا وراجعوا صورة العاديات اللي عطيتكم تحفظوا البارح باش ندوز عرضوها، تجيو اللي ما حفظهاش. يلا جلسوا كيتفسفوا. جرات هي يوسف جهة البيرو، جلسات دايره رجل على رجل، وقدامها كتب جديدة ودفاتر وستيلوهات وشكارة صغيرة كحلة. اجي هاد الكتب ديالك فاش تقرا، وهاد الدفاتر ديالك، وهاد الستيلوهات. جلسات كتوريه وكتعلمو كل كتاب لاش كيصلح، وكل دفتر مغلف بلون لاش كيصلح، وكل ستيلو قلم ومسطرة وقومة لاش كيصلح. شافتو عقل شوية ونوض التلميذ في الطاولة الأولى اللي قدامها جهة المكتب. جلساتو في الطاولة الثانية، وجلسات يوسف حدا البنت في الطاولة الأولى. رجليه كيلعبوا في الهواء وما واصلينش للأرض. بداو كيعرضوا واحد بواحد. النص الكبير كلا العصا، ويوسف كيشوفو مخلوع حتى وصلاتو النوبة وناض كيقفقف. وقف حدا السبورة والمعلمة كتشوف باستغراب فيه ما هضراتش. شوية بدا كيعرض في صورة العاديات بكل طلاقة حتى سالو بغا يرجع بلاصتو، وهي تجرو المعلمة عندها. شكون حفظها ليك؟ جاوبها هو حشمان، با. حتى لفين حفظك باك؟ بقى ساكت. زيد عرض شنو حافظ من مور العاديات، وحتى لفين وصلتي؟ بقى كيعرض حتى وصل صورة الشمس وحبس. باك حفظك القرآن؟ تبارك الله. يلا سير بلاصتك ودير داكشي اللي وريتك. رجع لبلاصتو فرحان، ما كيشوفش كاع في هذيك اللي حداه، وهي كتشوف فيه بنص عين شعرها مكردد طالع في السما بحال الشمس ما جامعاش، كتبان كبر منه هو وحدها صغير واخا في نفس السن. بدات المعلمة الدرس وهو متبع القسم كيلعب وشي كيدابز، ومعلمة كل مرة تسلخ واحد فيهم. بدات ليهم درس الوضوء وكيفية الوضوء. قبل ما تبدا سولاتو، اللي كيصلي يرفع صبعه. كل شي تكمش، والوحيد اللي هز صبعه هو يوسف. شاف كل شي كيشوف فيه وهبط صبعه بتردد حشمان. يوسف اجي السبورة. ناض خايف وحشمان كيشوف في جنابه وقف حدا السبورة. وريني كيفية الوضوء يوسف. شاف فيها حشمان وخايف كيطلع على التلاميذ بنص عين. عاودت هضرات معاه المعلمة وكتحركو بشوية وهو كيوريها متردد وحشمان، حتى سالا وهي تسولو شحال عدد الصلوات في اليوم. بقى ساكت وحاضر راسو، وهي تسول التلاميذ حتى واحد ما جاو. ورجعت ليوسف، شحال من مرة كنصليو في النهار يوسف؟ جاوبها عاوتاني حشمان، 5. مزيان، وشنو هما؟ بقى كيهضر وكيسكت، الصبح والظهر والعصر والمغرب، وبا كيصلي الفجر. وانت كتصلي؟ حرك راسو بالاجابه. وريني كيفاش كنصليو وشحال من ركعه في كل صلاه. بقى كيوريها حشمان ويحبس وهي واقفه بصرامه كتشوف، ومسايرها حتى وراها كلشي. شدات لي في يدو دورات وجه التلاميذ.
تصفيقات على صديقكم يوسف. يلا كلشي صفق وكلشي وقف ليه. كتصفق هي والتلاميذ. يلا رجع بلاصتك يا يوسف وكتب الحروف اللي عطيتك كاملين وبدا تشركهم. نتوما غنتعلموا اليوم طريقة الوضوء وكيفية الصلاة. تبعوا معايا مزيان، وفاش ترجعوا صلوا مع والديكم بحال زميلكم يوسف اللي تعلم من الاب ديالو الله يرحمه. يلا نبداو. دوزات الدرس ويوسف جالس كيلاقي الحروف بوحدو وكيسرح يدو في ستيلو حتى سالات. وصلت الاستراحة، جراتو المعلمة من يدو وداتو عند الأساتذة الآخرين. حكات لهم قصته بأنه وحيد وسابق التلاميذ في أمور الدين. دخل خاطرهم وتأثروا حتى بدات واحد الأستاذة كتبكي. دازت استراحة وعطاوه أكلة من ماكلتهم ورجع القسم اطمئن من جهة معلمته. ما بقاش كيخاف منها واخا كتغوت وكتخلع بالتيو. رجع كيمشي للمدرسة كل يوم ورجعت روتينية عنده. حتى فضيلة رجعت كتقاد ليه حوايجو بوصية من دريس باش ما يحشمهمش في الدوار وهو كيتهيأ للانتخابات. دازو أيام ويوسف كيتعلم وكيدوز وقته في دار مو لأن الشتا بدات كطيح وكيمشي يطل على القبر فاش كطل الشمس ويرجع يجلس بوحدو في دار مو بلا ما يسيق ليه حتى واحد الخبار. وفي كل أسبوع كيديه الفقيه لدارو وتدوش ليه مرتو وتصبر ليه حوايجو وتلبسو. مرة ياكل عندها ومرة عند فضيلة وفين ما لقى راحتو كيمشي. وبعض المرات كتوكلو المعلمة وتنفض ليه حوايجو. قبل الانتخابات بشهرين دات فضيلة كتقية ومرضات. داها دريس للطبيب لقاها حاملة وفرح فرحة العمر ما قداتو فرحة هو وياها. معجزة وتحققت. ما خلات فضيلة ما شربات في الدوايات والأعشاب حتى تحقق حلمها وحلم السدريس اللي شحال هو كيتمناه. حلقة اليوم كتنتهي هنا، نتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقة جديدة. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جديد وتشتركوا في القناة وتخلوا لي التعاليق ديالكم. دمتم في رعاية الله وحفظه.